أهلا بيكم. النهاردة أنا جاي أتكلم عن كل إنسان حاسس إن قلبه محروق، كل شخص اتظلم في كلمة أو في حق أو في ورث، لكل شخص ضاع تعبه ومجهوده في شغله وحد تاني خده منه. أنا عارفة إن الوجع ده صعب، وإن الواحد ساعات بيقول يا رب ليه الظالم مكمل وعايش حياته ولا كأن في حاجة حصلت. النهاردة في سيلة علم نفس الحياة هنفهم ليه الحق ممكن يتأخر، وإيه الحكمة إن الظالم لسه واقف على رجله. الفيديو ده عشان قلبك يطمن. أول حاجة هنتكلم فيها أخطاء المظلوم. في أخطاء بنعملها وإحنا مظلومين بتبوظ علينا القضية خالص. أولها الاندفاع والغلط. أول ما حد بيظلمك بتصور وتبدأ بالغلط وتخرج عن شعورك وتبدأ تشتم، وهنا الظالم بيبان ضحية قدام الناس، والحق بيضيع لأننا فقدنا هيبتنا بالصريخ والشتيمة. تاني حاجة الدعاء بالشر المبالغ فيه. بتفضل تدعي بدعوات بشعة جدا بتخرجك من دايرة المظلوم لدايرة المعتدي. هنيجي لنقطة صعبة قوي، هي فخ الشكوى للبشر. تعالوا بقى نتكلم عن أكتر غلطة بتهد حل المظلوم، وهي كتر الشكوى للناس. انت لما بتتظلم بتحس انك عايز تصرخ والدنيا كلها تعرف انك مظلوم، فبتروح تحكي لكل حد تقابله، لصاحبك، لجارك، لزميلتك في الشغل، لأختك. كل الناس بتبقى عايزهم يعرفوا انك انت اتظلمت من الشخص ده، وتفضل تحكي وتعيد وتزيد في القصة. عارفين ليه ده بيضيع حقكم؟ أولا لأنك لما بتحكي وجعك ل10 أشخاص مثلا، انت بتفرغ الطاقة كلها اللي جواك، اللي كان المفروض توجهها للسعي أو للدعاء بيقين. كأنك عندك بالونة مليانة هوا، وكل شوية بتنفس منها حتة لحد ما تلاقي نفسك في الآخر مهدود وما عندكش طاقة تدافع عن حقك. تاني حاجة، الناس للأسف مش كلهم قلوبهم عليك. فيه اللي هيسمعك عشان يتسلى بقصتك، وفيه اللي هيمل منك ويشوفك شخص شكاي تحب كل شوية تبان مظلوم، وفيه اللي ممكن ينقل كلامك للظالم نفسه فيقوي عليك، وفيه طبعا اللي مش بيحبك وانت مش عارف انه مش بيحبك فهيشمت فيك. والأهم بقى إنك بتركز كده مع الناس، مع العباد، وبتنسى ربنا سبحانه وتعالى، كأنك بتقول بلسان حالك إن البشر هم اللي هينصفوك، لكن الحقيقة قضاء الحاجات ملوش غير باب واحد بس، هو باب ربنا سبحانه وتعالى. جرب بدل ما تحكي وجعك للناس تسكت خالص وتخلي شكوتك لله سبحانه وتعالى بس. الصمت قدام الناس مع الكلام الكتير مع ربنا في السجود هو اللي بيحرك الجبال وبيجيب الحقوق الضايعة. جربوا عزة النفس في الشكوى، وهتشوفوا هبة تانية خالص لحقكم. طيب ليه ربنا بيمهل الظالم؟ السؤال اللي بيحرق القلب. ليه يا رب الظالم لسه عايش مبسوط وسعيد وبخيره، وأنا اللي تعبان؟ السر اللي هيريح قلبك هو إن الظالم ده عمل ذنب زيه زي أي ذنب إحنا بنعمله. ربنا زي ما بيدينا فرصة نتوب من تقصيرنا وبيمن علينا بالستر في ذنوبنا، كمان بيدي فرصة للظالم إنه يتوب ويرجع عن اللي عمله ويصلح أخطائه. إحنا بقى بنطلب من ربنا يدينا مهلة وفرصة إن إحنا نصلح أخطائنا وذنوبنا، وفي نفس الوقت بنبقى عايزين ربنا ينتقم من اللي ظلمنا فورا. طيب لو ربنا انتقم من كل ظالم أو خاطئ بسرعة، الدنيا دي هتفضل. ربنا بيأخر العقاب عشان اختبار لصبرك انت، وعشان يعطي فرصة للتوبة للي ظلمك. وده من كمال عدله ورحمته سبحانه وتعالى. زي ما بيديك فرصة في ذنوبك بيدي فرصة للظالم انه يتوب عن اللي عمله ويرجع حقوق الناس. طيب ازاي تاخد حقك بذكاء؟ لو عايز حقك يرجع خليك أذكى من الظالم. أول نقطة النجاح المستفز. لما الظالم يشوفك ناجح ومكمل حياتك ده بيخليه ياكل من جواه في نفسه، وبيقول إنك ما اتكسرتش من اللي عمله فيك. تاني حاجة، خلي عندك على قد ما تقدر برودة الأعصاب. لما يحاول يستفزك ابتسم ببرود وسيبه يغلي في ناره. خليك انت في طريقك، سيبك من اللي هو بيعمله، هو كده كده هيجيله وقت ربنا سبحانه وتعالى هيقتص منه وهيرجع لك حقك. ونيجي لنقطة السكوت، الصمت بتاعك ده هبة. اقطع الكلام تماما، خليك غامض وساكت. ده بيرعب قلب الظالم. مش كل ما تشوف حد تفضل تشكيله، خلاص انت اتظلمت وربنا سبحانه وتعالى عارف انك ظلمت، خلاص خلصت. اللي انت بتعمله من الشكوى والكلام كل شوية ده بيقلل من هيبتك ويخليك قدام الناس ضعيف وشكاي وبتعيط، وهم بيبقى فيهم اللي مكفيهم من جواهم يقولوا احنا ناقصين، فينا اللي مكفينا، هتيجي كل شوية تنكد علينا بحكايتك وقصتك.
فوض أمرك لله، بس فوض أمرك لله بجد. صلي ركعتين في الليل، قول يا رب أنت وكيلي. لما بتسلم الملف كله لربنا سبحانه وتعالى بيبهرك بعطائه. وخلي بالك أنت نايم مظلوم أحسن ما تنام ظالم، لأن المظلوم معاه ربنا سبحانه وتعالى، لكن الظالم ربنا بيديله مهلة وبعدين بيقتص منه. احكوا لنا في التعليقات، هل جربتوا تسكتوا عن الشكوى للناس وتفوضوا أمركم لربنا؟ أنا سيلة، والحق دايما بيرجع إن شاء الله. شكرا.